السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين والسادة المشاهدين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب العالمين. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. عاملين إيه يا حبايبي؟ كل سنة وأنتم طيبين. عاملين ايه في رمضان والدنيا معاكم عامله ايه؟ واحب اتشرف بحبايبي اللي داخلين قناه جديد. كل سنه وانتم طيبين، وجودكم معايا شرف ليا على كالعاده. وحبايبي اللي معايا في القناه مستمرين وبيدعموني دايما، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا رب، يا احلى اخوات في الدنيا. ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناه فضلا وليس امرا، وكومنت حلو منكم كده تشجيعا ليا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. طبعا النهارده هنعمل مع بعض اكله حمام محمر ومشمر. هعملكوا اكلة حمام تستاهل بقكم. تمام، جبت طبعا جوزين حمام كده حلوين يستاهلوا بقكم كده حلوين زيكم. بدأت ان انا نضفتهم تنظيف كويس وفتحتهم من الظهر كده. فتحت الحمامة جزء هي بس فتحتها من الظهر كده وعملتها زي الفراخ اللي بتشوي على الفحم. تمام، جبت حلة حطيتها على البوتاجاز، حطيت فيها شوية زيت، حطيت فيها مستكة وحبهان. وبعد كده بدأت انزل بقى الزيت عمال يطرطش بقى ومش عارفة. قبلها كنت مصورة برضو حاجة معاكم قبل الطبخ وكده، هبقى انزلها لكم برضو. تمام، فلقيته ما عادش قدامي وقت، قلت لا انجز الاول بدري بدري كده اخلص، عشان انتوا عارفين بقى ميعاد الطبخ وكده. احنا في رمضان بقى، واي حاجة لو اتأخرنا هنضيع في الفطار. تمام، طبعا حطيت هنا الحمام، وبدأت ان انا جبت طماطمية قطعتها 4 ارباع، وبصلة برضو عملتها جوليان. تمام، وابدا ان انا انزل بالبهارات. حطيت فلفل اسمر، كزبره، كمون، ملح. تمام، بتظبطي انت بقى الملح حسب كميه الشوربه او حسب الحله اللي معاكي. الملح دي بالرغبه زي ما انت عايزه بقى، بتحبي الاكل مالح بتحبي مظبوط على حسب. تمام، طبعا هنا عايزه اشوح طعم البهارات مع الحمام في الزيت الاول قبل ما انزل عليه بالميه. تمام، بعد كده بدأت ان انا اقلبه كده. طبعا زي ما انتم شايفين الحمام مفتوحه من الظهر. انا عايزه احطها في المحمر، تتحشى رز من جواه وهي زي ما هي كده. تمام. تمام، هنا بقى هنبدأ ننزل عليها بالميه، نعمل لها شويه مرقه حلوين كده، شويه شوربه حلوين. عاملين ايه في رمضان؟ قولولي، رمضان ماشي معاكم ازاي؟ كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني والله احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم يا رب دايما نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هنا انا ظبطت الميه بتاعت الشوربه، حطيت لها العيار بتاعها المظبوط. وهنا هنغطي عليها بقى ونسيبها مع نفسها شويه. طبعا هنا جبت شويه رز حلوين محترمين زيكم كده، شويه رز مصري اصيل. غسلتهم غسيل حلو تحت الميه كم مره لحد ما شاء الله بقى نضيف معايا زي ما انتم شايفين. هبدا احط عليه الملح ونحط عليه اللبن ونسيبه شويه لحد ما يشرب كده اللبن بتاعه، اما الحمام يكون استوي يكون هو ما شاء الله شرب كميه اللبن بتاعته. تمام. تمام، لو وصلنا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير حبايبي، فضلا وليس امرا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عايزه اطلع من رمضان بكم كده، بصوا، لاكبر عدد ممكن. انا عايزه الفيديو ده يتفجر لايكات. تمام. تمام، ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني دايما بكلامكم الحلو وبتشجيعكم ليا دايما. دمتم في حياتي احلى اخوات في الدنيا، ربنا يسعدكم يا رب. طبعا هنا الرز زي ما انا قلت لكم احنا غسلناه غسيل كويس، بدأنا ان احنا نحط عليه الملح. وفي الحاله دي احنا طبعا مستنيين الحمام لما يستوي. والله العظيم انا ما قادره اتكلم، انا بمنتج معاكم الفيديو وانا صايمه. بس الحمد لله، ربنا يعيننا يا رب على الايام المباركه اللي احنا فيها دي يا رب، وعدها على خير علينا جميعا. طبعا هنا انا حطيت اللبن بقى على الرز وعليها شويه قشطه بتوع اللبن. ببقى اشيل القشطه بتاعه اللبن كده، ده لبن طازه يا جماعه مش لبن معلب، ده لبن طازه. طبعا حطيت على القشطه بتاعته، وجبت معلقتين سمنه حلوين وحطيتهم على وش الرز عشان لما يدخل الفرن كده يديلنا اللون والطعم بقى اللي هو الحكايه. تمام، دي سمنه فلاحي بقري، سمنه فلاحي بقري. تمام. تمام، هنا طبعا بقى جينا نطلع بقى الحمام. ما شاء الله هنا تمام، دخل في مرحلة السوا مية مية، هو ده اللي انا عايزاه. انا عاملة الحمام ده امبارح، يعني الاكل ده عاملاه امبارح بس انا بمنتجها معاكم النهاردة.
طبعا الحمام زي ما انتم شايفين ما شاء الله استوى، شايفين الشوربه بتاعته تجنن. هنا طبعا جبت بقى الرز جنب البوتاجاز على اساس ان انا اطلع برضو واحطه على طول. تمام. كنت قبلها عامله شعريه باللبن، شعريه لاولادي اللي هي المسكره دي، مصوراها معاكم برضو، بس هي لسه منزلتش، هنزلها لكم ان شاء الله. انا عندي كذا فيديو لسه همنتجه، ان شاء الله هنزله معاكم. طبعا حطيناها، واللي على وشها دي البهارات بتاعتها. تمام. ودي السمنه. ان شاء الله تاكلوا احلى طاجن رز محمر في حياتكم. والله العظيم الاكله دي وباللحمه يا جماعه صدقوني بيبقى جبار. انا بعمل الاكله دي باللحمه وبالحمام، بتبقى جباره بصراحه، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. تمام. تمام. هنا طبعا طلعنا الحمام زي ما انتم شايفين، دي الشوربه معانا ما شاء الله بتغلى، هنطفي عليها بقى، ما عدناش محتاجينها في حاجه. هنا طبعا الرز بتاعنا بدأنا ان احنا ظبطنا الكلام، وهندخله بقى الفرن ياخد سوا حلو لحد ما يتحمر ويطلع معانا بقى. هوريكم الوش الاخير بتاعه، حاجه تحفه بجد. صحة وعلى عافية لكم يا رب كل اللي يجربها، وما تبخلوش عليا باللايك والشير زي ما انا قلت لكم. طبعا هنا بزود سمنه، قلت على اساس برضو تديله طعم حلو وكرمله حلوه، احنا في رمضان وعايزين حاجه حلوه كده. ايه رايكم بقى في الجمال ده بعد ما طلع؟ ايه رايكم؟ والله العظيم رغم ان هو فار في الفرن وطلع لبن كتير، يعني ما شاء الله كان الوش كله هيبقى مكتمل، بس ما شاء الله طلع لبن كتير، وقع لبن يعني من الصينيه وكده. تمام. انتوا عارفين بقى الدنيا صيام والواحد ماشي بالعافيه يعني. عملت جنبها بقى شويه حاجات محترمين كده يستاهلوا بقكم. شايفين اللون؟ شايفين حاجه يعني مفيش بعد كده. والله العظيم كل اللي هيجربها هيدعي لي. واكله زي دي حلوه في رمضان وجميله. لو عندك نص كيلو لحمه، لو عندك ربع كيلو لحمه وعايزه تعملوه بوجبه وعايزه الكل ياكل منها وكده، قطعها قطع صغيره وسويها بشوربه زي ما انا عملت كده، وحطها في الرز ده كله ياكل منها لما يتبسط. عملت جنبها بقى شويه تحابيش كده حوادق. تمام. اهو رايكم، بقول لكم ايه رايكم في الحمام بقى. تسلم ايدي وايديكم جميعا يا رب حبايبي. انا عارفه ان انتوا ما شاء الله عليكم طباخات وشاطرين، ويمكن اشطر مني كمان، بس الحمد لله كل واحد ليه طريقه في تقديمه الاكل، في طبخه وفي الحاجات دي. عملت شويه بطاطس سلقتهم على البوتاجاز وحمرتهم. عملت شويه فلفل على شطه كده محمرين برضو بالخل والدقه والليمون كده. عملت برضو طبقين سلطه حلوين. طبق الخضره وطبق السلطه ده شيء اساسي عندنا في الفطار. لو احنا يا رب عاملين نواشف، فراخ، لحوم، سمك، اي حاجه لازم السلطه والمخلل والخضره، ده شيء اساسي عندنا. يا رب يكون فطارنا يكون خفيف ولطيف عليكم، ويكون ضيفة خفيفة على قلوبكم يا رب كده. بس اهم حاجة يا جماعة المشاهدة. يا ريت اللي يتابع الفيديو يتابعه للآخر، لان انا عندي المشاهدات ضعيفة فضلا وليس امرا منكم. ربنا يجازيكم خير يا رب يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. واقول لكم اتفضلوا معانا صحة وعافية على قلوبكم، تنوروني وتشرفوني والله العظيم احلى اخوات في الدنيا. رب ما يحرمني منكم ابدا، ويجعلكم دايما سند ليا في الحياة. والله ما قادرة اتكلم بجد. سايباكم تشوفوا بقى الفطار بتاعنا الجميل. والله العظيم يا جماعة ولا فلتر ولا اي حاجة، انا بعمل معاكم بصوا ببركة ربنا كده، انا ماشية معاكم والله العظيم يعني، ولا بتجمل ولا بزوق. بصوا لو هي حلوة بقول حلوة، لو وحشة بقول وحشة. هي دي الطريقة بتاعتنا والله، ودي احنا الحمد لله انا طريقتي اقتصادية، بس الحمد لله على قدنا، وربنا يعيننا جميعا يا رب على الحياة اللي احنا فيها. بجد طاجن حمام هتاكلوه بالمحمر كده، الله هيوديكوا في حتة تانية. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.